آخر حاجة كنت أتخيلها إنك تكوني السبب في ظلم بنت زيها زيك. إزاي تضيعي مستقبلها بالشكل ده؟ كل ده عشان إيه؟ عشان غيرة بنات تافهة؟ ما فكرتيش في ربنا؟ ما فكرتيش فيا لو عرفت؟ أنا بجد ندمان قوي إني حبيتك وخطبتك. يا خسارة يا رنا. رنا صحيت تاني يوم خطوبتها على مكالمة خطيبها وهو بيقول لها الكلام ده. حاولت ترد عليه لكن هو ما ادهاش أي فرصة وقفل السكة في وشها. دي ما صدقت إنه يحس بيها ويخطبها. معقول كل حاجة تبوظ بالسهولة دي؟ اتصلت بيه تاني، ما عايزة تفهم ايه اللي بيحصل، بس هو نهى الكلام لما بعت لها على الواتساب. بعت لها دليل إدانتها، ومش أي دليل، ده فيديو واضح وضوح الشمس. هي نفسها لما شافته سكتت وما قدرتش تنطق، ما بقتش عارفة تعمل ايه وتتصرف ازاي، ولا عارفة تدافع عن نفسها، لغاية لما كل حاجة انكشفت بوضوح والحقائق المستخبية كلها ظهرت، والصدمة سيطرت عليهم كلهم. ازيكم يا أحلى عيلة في الدنيا، عيلة مروة عزام؟ عاملين ايه يا حبايب قلبي؟ وحشتوني قوي قوي. عايزة أشكركم بجد من قلبي على دعمكم وحبكم زي ما متعودة منكم. قصة النهاردة مليانة مشاعر مختلفة، حب وغيرة وخداع، متأكدة إنها تعجبكم جدا. وطبعا بشكر فريق العمل على مجهودهم، واتفقنا إن إحنا هندعم المواهب الجديدة وربنا يجعلنا سبب في رزق الناس. النهاردة القصة للكاتبة شروق أحمد، والفويس أوفر فاطمة السيد. وتعالوا بقى نشوف إيه حكاية رنا وطارق، ومين البنت اللي رنا ظلمتها دي. حكاية طويلة ومحتاجة تركيز، وعشان نفهم كل تفاصيل الحكاية لازم نسمعها مع بعض من البداية. يلا بينا. رنا بنت بسيطة من أسرة متوسطة، بتشتغل في شركة صغيرة، وطموحاتها بسيطة كلها حوالين زميلها طارق اللي كانت بتحبه جدا من وقت دخولها للشركة. لكن كانت أخجل من إنها تعترف له بمشاعرها، وكانت بتكتفي بكلامها مع سماح صاحبتها وزميلتها في الشغل. ايه يا رنا، مالك مكشرة كده ليه؟ هو طارق ما جاش النهاردة ولا ايه؟ لا جه، بس خلاص زهقت من كتر ما هو مش حاسس بيا وطول الوقت جد جدا. ما انا قلتلك مليون مرة سيبك من طارق، لاني هنا من قبلك وعارفاه كويس. ده قفل جدا ومش بيقرب من حد خالص. ما هو ده اللي مجنني بيه، حاساه كده كاريزما ومش خفيف، ونفسي بجد يبقى من نصيبي. خلاص استحملي رخامته بقى وضيعي وقتك. ورغم تجاهل طارق لمشاعر رنا، إلا إنها ما كانتش قادرة تشيله من قلبها وبالها، وعمرها ما كانت هتقدر تقوله أو حتى تلمح بحبها. وشافت إن سماح عندها حق، لازم تتجاهله هي كمان، ولازم تسيطر على مشاعرها اللي فضحاها. وفي يوم دخل طارق المكتب على رنا وقال لها: صباح الخير، ازيك يا رنا؟ الحمد لله بخير، ازيك انت؟ انا تمام، كنت محتاجة اطلب منك طلب صغير. اتفضل طبعا. انا هاخد اجازة لمدة يومين، ومحتاج حد غيرك شغال في نفس القسم بتاعي، يعني استأذنك تشيل الشغل بتاعي اليومين دول عشان المدير بتاعي يوافق على اجازتي، واوعدك لو احتجتي اي اجازة وقتها هشيل شغلك. مفيش اي مشكلة، شغلك معايا لاخر الاسبوع، تقدر تتفضل واجازة سعيدة. مش عارف والله اشكرك ازاي. على العموم اتفضلي، رقمي اهو، لو حصل اي مشكلة في الشغل او احتجتي تسألي عن حاجة تقدري تكلميني في اي وقت. خرج طارق، واترسمت على وش رنا ابتسامة أمل وهي بتبص على الرقم، وجريت على سماح صاحبتها وحكت لها على كل اللي حصل. لكن سماح اتضايقت منها جدا وقالت لها: بقالك سنة هتموتي عليه ومش حاسس بيكي، ويوم ما يجي يكلمك يطلب منك تشيلي شغله، أنا حاسة إنه فاهم إنك بتحبيه وبيستغلك. لا مش معقول يا سماح، ده حتى قال إنه لو أخدت أجازة هيشيل شغلي برضه. براحتك، أنا بس مش عايزة أحس إن حد بيستغل مشاعرك يا رنا. عدوا اليومين ورنا فيهم كانت بتستغل أي فرصة تكلم فيها طارق وتسأله عن أي حاجات في الشغل، لحد ما خلصت أجازته ورجع للشركة. وأول حاجة عملها إنه دخل على رنا المكتب. شكرا يا رنا بجد، من غيرك المدير كان هيرفض الأجازة. على إيه يا طارق، دي حاجة بسيطة وحقنا على بعض كزملاء يعني. خلال الأيام اللي بعد كده طارق ما بقاش بنفس الحدة مع رنا،
غير طريقته شوية وبقى أقرب ليها. كانت طول الوقت بتوصف لسماح سعادتها بالتغيير اللي حصل له. شفتي ازاي طارق اتغير معايا؟ بقى بيجي كل يوم يسلم عليا وبيسأل عن أخباري كمان. شفت، بس ده مش بيدل على أي حاجة لسه، لأنه مجرد سلام مش أكتر. بس أنا حاسة إنه بدأ يهتم. يا ريت يكون إحساسك صح. أنا عاوزاكي ما تبينيش قدامه إنك مبسوطة لمجرد إنه سلم عليكي. اتقل شوية. ولمدة شهرين بعد كده اتعود طارق على رنا فيهم أكتر وأكتر، وقرب منها شوية كمان. ورنا ما كانتش قادرة تخبي فرحتها، وخصوصا لما يكلمها ويطمن عليها لو غابت من الشغل. وكانت مش عايزة تستعجل مشاعره لحد ما خدت علاقتهم شكل واضح كأصدقاء. لحد ما في يوم طارق كلمها وقال لها: سمعتي آخر خبر؟ خبر إيه؟ في موظفة جديدة جاية بكرة. أكيد عشان تساعد سماح في الحسابات. أيوة فعلا، سمعت المدير بيتكلم معاها وهتكون موجودة من بكرة. كل حاجة كانت كويسة لحد ما وصلت لمكتب داليا الموظفة الجديدة. كانت زي القمر. ومن أول ما اشتغلت داليا طارق اتغير قوي، بقى مهتم بيها ومش بيبطل الكلام معاها. ورنا كانت متضايقة جدا منها. وفي يوم قررت تكلم طارق وتعزمه على عيد ميلادها، وتحاول تتكلم معاه وتحط حدود للعلاقة دي. يوم عيد الميلاد وصل طارق متأخر شوية، وأول ما شافها قال لها: كل سنة وانتي طيبة يا رنا. مد إيده بهدية رنا، أخدتها وكانت فرحانة جدا. شكرا، حلوة قوي الهدية دي. اتأخرت ليه؟ معلش الطريق كان زحمة شوية. وبعد ما قعدوا رنا قالت: بصراحة يا طارق أنا حسيت إنك في الفترة الأخيرة متغير معايا شوية، وخفت أكون ضايقتك في حاجة وأنا معرفش. يا ريت تقولي إيه السبب. لا أبدا، أنا مش متضايق منك في حاجة. طيب الحمد لله. أنا أصلي يعني بقدرك جدا يا طارق، ويهمني إنك ما تتضايقش مني. طارق سكت شوية وبعدها قال لها: انتي زي أختي يا رنا وما أقدرش أزعل منك. سكتت رنا وهي مصدومة من كلام طارق. وبعد ما طارق مشي سماح لاحظت حالتها، قربت منها وقالت لها: على فكرة غلط إنك عزمتي كل الزملاء ما عدا داليا. والله أنا حرة، مش عاوزة أعزمها، ما برتاحلهاش يا ستي ولا عايزة أدخلها بيتي. اهدي يا رنا، مالك شكلك مش طبيعي كده ليه؟ هو طارق زعلك؟ البيلي شغلة قلبي وعقلي بيه طول الفترة دي، بيقولي إن أنا زي أخته. قلتلك 100 مرة طارق مفيش منه رجع، سيبك منه. اللي زي ده عاوز اللي تتجاهله. مش شايفة عامل إزاي على داليا وهي ولا هي هنا؟ معظم الرجالة كده، ما تديلهمش وش يجروا وراكي. بس أنا ما كنتش عاوزاه يجري ورايا، أنا كان نفسي بس يحس بيا وكمل حياتي معاه. وفي آخر الليل بعد ما الكل مشي، فضلت رنا تفكر في كلام سماح وهي ممددة على سريرها مش جايلها نوم. وفي النهاية قررت تاخد بكلامها. راحت تاني يوم الشغل ودخلت المكتب بهدوء وما سلمتش على حد وقعدت. لكنها اتفاجئت بداليا بتقول لها: كل سنة وانتي طيبة يا رنا، شفت صور عيد ميلادك على ستوري زمايلنا. وانتي طيبة. أنا حاسة من أول ما جيت إنك متضايقة من وجودي هنا في المكتب. وهتضايق منك ليه؟ كنت شاكة في الأول لحد ما عملتي عيد ميلادك وعزمتي كل الزملاء ما عدا أنا لسه معرفكيش كويس وما تعودتش أدخل أي حد غريب بيتي. عندك حق يا رنا، وعموما أنا خلاص اتثبت هنا وهتعرفيني كويس قوي الفترة الجاية. كلامها استفز رنا جدا. كانت حاسة إن داليا فاهمة كل حاجة وقصدها تضايقها. وعلى مدار شهرين كمان كانت رنا وداليا في منافسة على قلب طارق اللي كان غامض زي عادته، لكن كان واضح إنه مهتم أكتر بداليا أو مهتم بيها بشكل خاص. أما رنا وداليا فكانوا بيتكلموا مع بعض في حدود الشغل وبس. وفي يوم رنا كانت في بيتها سهرانة مع أهلها لما جالها اتصال من طارق وقال لها: أيوة يا طارق، فاضية أتكلم معاكي شوية؟ أيوة فاضية، اتكلم. تقدري تقابليني بكرة؟ كنت عاوزك في موضوع خاص شوية. أكيد طبعا. جهزت رنا، جهزت وهي بتتخيل سيناريو إن طارق بيعترف لها بحاجة خاصة وبتتمنى إنه يقول إنه بيحبها وعايز يخطبها. لبست أشيك حاجة عندها وراحت عشان تقابل طارق في الكافيه اللي اتفقوا عليه. وأول ما وصلت لقيته قاعد مستنيها. اتأخرت عليك؟
لا أبدا، اتفضلي. قعدت وكان باين عليه متوتر جدا. فضلت بصله شوية وبعدها قالت له: مالك يا طارق؟ ما تتكلم. أصل الموضوع محرج شوية، لكن أنا بعتبرك صديقة مقربة جدا ليا، وأقدر أطلب مساعدتك في الموضوع ده. أنا أكيد ما أقدرش أتأخر عليك أبدا، اتفضل طبعا، أكيد أطلب. بصراحة أنا معجب جدا بداليا، وكنت عاوزة أتقدم لها وعاوز أعرف إذا كانت هي معجبة بيا ولا لأ، بس مش حابب أكلمها بشكل مباشر. فبما إنكم كبنات بقى بتتكلموا مع بعض بإريحية، فكنت حابب إنك تسأليها عن رأيها فيا، ولو ممكن توافق عليا ولا لأ. أنا 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 مش صاحبتها يعني عشان أتكلم معاها في حاجة خاصة قوي زي دي. روحت رنا اليوم ده وكانت بتعيط طول الطريق وهي ماشية. كانت حزينة جدا ومش مصدقة إن بعد كل ده طارق بيحب داليا وبيطلب مساعدتها هي بالذات. وبعد ما روحت اتصلت بسماح وحكت لها: خلاص يا رنا، كده تقطعي كلام معاه ومعاملة معاه خالص، ده كان بيستغلك زي ما قلتلك. طارق ده مش سهل أبدا. لا يا سماح، أنا اللي فهمت تصرفاته العفوية غلط وخلاص. أنا لازم أنسى الموضوع ده وأطلعه من دماغي. أيوة لازم يا حبيبتي، وإن شاء الله ربنا هيعوضك باللي يستاهلك. عدت الأيام وكل يوم رنا بتبعد نفسها عن طارق أكتر بعد ما اتأكدت إنه مش بيفكر فيها أبدا. بس الغريب إن طارق استمر زي ما هو في اهتمامه بداليا، لكن ما حصلش إنه خطبها ولا أخد أي خطوة رسمي ناحيتها، لحد ما حصلت حاجة غريبة جدا جدا. كان يوم عادي في الشغل وكل حاجة ماشية بنفس الروتين المعتاد، بس فجأة دخل المدير وهو متعصب جدا وقال: داليا وسماح ورايا على مكتبي. راحوا وراهم قلقانين وصوته كان عالي جدا وهو بيزعق فيهم: في غلطة في الحسابات، غلطة كبيرة، وده عمل عجز في الميزانية. داليا ردت عليه: ايه هي بس الغلطة دي؟ غلط في تسجيل العدد الخارج من الكراتين بعجز كرتونة من كل طلبية. الكراتين دي ما تسجلتش أصلا إنها خرجت مع الطلبية، لكن في الحقيقة هي خرجت، وحد فيكم اللي عمل الغلطة دي بالاتفاق مع حارس المخزن، والغلطة دي حصلت على مدار 4 شهور. يعني كل طلبية طلع قصادها كرتونة للحرام اللي عمل كده. الكرتونة دي سعرها 1000 في عدد 100 كرتونة، يعني حد فيكم سارقني في 100,000 جنيه. واحدة فيكم اتفقت مع الحارس اللي للأسف هرب ومش عارفة أوصله. وقتها صرخت سماح وقالت بانهيار: أنا شغالة هنا بقالي 4 سنين، حساباتي مظبوطة وعمر ما حصل عندي عجز ولا سجلت حاجة غلط، وتقدر حضرتك تراجع كل حساباتي آخر 5 شهور. حالا الأجهزة بتاعتكم هتكون عندي وأراجع بنفس الحسابات. دخل المساعد بتاع المدير وأخد الجهازين ودخلهم مكتب المدير. في الوقت ده سماح وداليا كانوا منتظرين على مكاتبهم والأمن مانع إنهم يخرجوا، أما رنا وطارق وباقي الموظفين كانوا واقفين ومترقبين اللي بيحصل، لحد ما خرج المدير بعد نص ساعة وقال: داليا، كراتين اللي ناقصة من الطلبيات ناقصة من العدد اللي انت مسجلاه، وحالا الشرطة هتوصل وتحقق معاكي، فأحسن لك ترجعي المبلغ أو البضاعة وتمشي أحسن ما تتسجني. داليا كانت بتبكي بشدة وبتقول: في حاجة غلط، أنا ما عملتش كده، أنا مسجلة العدد مظبوط. ومع إنكار داليا ووصول الشرطة أخدوها على الاسم، واعتذر المدير لسماح، ومحدش عرف أي تفاصيل عن داليا لمدة شهر، لحد ما دخلت عليهم المكتب واحدة من زمايلهم وقالت إن داليا اتحبست ولسه الشرطة بتدور على حارس المخزن الهربان. وبعد ما مشيت داليا من الشغل بدأ طارق يقرب من رنا مرة تانية ويتكلم معاها كتير، لكن رنا المرة دي كانت بتتجاهله رغم حبها ليه، لحد ما في يوم كانت رنا مروحة من الشغل نزل وراها بسرعة وقال لها: رنا، ممكن أتكلم معاكي؟ معلش أنا تعبانة شوية، أوعدك إنهم 10 دقايق وبس. وافقت رنا وقعدت معاه في كافيه قدام الشغل، وهو بدأ كلامه معاها وقال: انت ليه بقيتي تبعدي عني وتتهربي في كل مرة أكون عاوزة أكلمك فيها؟ لا أبدا، أنا بس نفسيتي مش أحسن حاجة، وأكيد أنت كمان نفسيتك وحشة، خصوصا بعد موضوع داليا. لا أنا كويس جدا، الحاجة الوحيدة اللي مضايقاني إنك بتبعدي عني. غريبة، معقول مش زعلان إن داليا اتحبست؟ ده أنت كنت بتحبها جدا. لا ما كنتش بحبها ولا حاجة، لكن أنا بجد من البداية كنت معجب بيكي أنتي.
ودي كمان غريبة، انت قلت كده، قلت لي اني زي اختك. خفت اقولك الحقيقة وقتها واضطريت اقولك كده. موضوع داليا ده كان غلطة، انا عمري ما حبيتها ولا اعتبرتك زي اختي زي ما قلتلك. غلطة يعني ايه؟ لما قلتلك كده كنت بحاول اخليكي تغيري او تعترف انك بتحبيني. مش انتي بتحبيني ولا انا غلطان؟ انا مش فاهمة اي حاجة من كلامك. مش مهم يا رنا، اقسم لك اني بحبك من الاول، واهتمامي بداليا كان مجرد خطة عشان تغيري. ما كانش في داعي لأي خطط. خطتك دي خلتني أبعد عنك لأنك بتحب واحدة تانية. لو قلتلي إنك بتحبني كنت هتلاقيني أسعد واحدة في الدنيا. يعني موافقة أكلم أهلك؟ طبعا. بشكل سري جدا طارق راح بعد يوم واحد وطلب إيد رنا، ومن فرحتها ما قدرتش تستنى للصبح. كلمت سماح عشان تفرحها وتحكي لها. ألو، أيوة يا سماح، انت نمتي؟ خير يا بنتي، في ايه؟ مش هتصدقي، طارق بيحبني تاني. انت لسه بتفكري فيه؟ ما كنتش بفكر، ده هو اللي كلمني امبارح وانا مروحه من الشغل، واتقابلنا وقال لي انه بيحبني، والنهارده غبت عشان هو واهله جايين يخطبوني. انا فرحانه قوي، لسه خارجين دلوقتي واتفقوا على كل حاجه. بجد يا رنا؟ الف مبروك يا حبيبتي، فرحتيني جدا. يلا بسرعه بقى، عايزين نفرح بيكو. احنا اتفقنا على 6 شهور وبس، وهنتجوز ان شاء الله. عقبالك يا حبيبتي. فرحة رنا ما خلتهاش تقدر تنام الليلة دي، وفضلت تكلم طارق طول الليل. رجعت الشغل تاني يوم وكانت بتوزع على كل زمايلها شوكولاتة، وبتعزمهم على خطوبتها هي وطارق بعد أسبوع. ويوم الخطوبة سماح كانت مع رنا من بدري وقضت معاها اليوم كله. أما طارق بعد ما رجع البيت كان مبسوط قوي، وقعد يدور على ديكورات حلوة لشقة الزوجية. بس وهو سهران وصلته رسالة على موبايله، بص فيها وبعدين كشر جدا وبنى على وشه الحزن. تاني يوم صحيت رنا على مكالمة من طارق. صباح الخير يا حبيبي. آخر حاجة كنت أتخيلها إنك تكوني السبب في حبس بنت زيك زيها ظلم، وتلفقي لها تهمة تداري بيها على نفسك، وتطلعي انت الحرامية اللي سرقتي الفلوس وحبستي البنت ظلم، وأنا مش هتجوز حرامية. قال كده وقفل السكة في وشها. اتصلت بيه تاني وأول ما رد قالت له قبل ما يتكلم: انت بتقول ايه؟ فلوس ايه؟ انت اتجننت؟ انت بتقول علينا حرامية؟ افتحي الواتساب، انا بعتلك دليل ادانتك وبراءة داليا، وهقدمه بنفسي للبوليس لو ما قلتيش ليه عملتي كده. قفلت رنا وهي مصدومة. فتحت الواتساب وشافت مشاهد، كان عبارة عن مشاهد متصورة ليها خلسة وهي بتعمل حاجة على لابتوب داليا وهي مش موجودة في مكتبها. رنا سرحت وافتكرت المشهد ده. فلاش باك، رنا في مكتبها مع سماح. داليا قالت لهم: انا رايحة اجيب قهوة، حد محتاج حاجة من الكانتين؟ لا مش عاوزين. خرجت داليا وسماح قالت لرنا: بصي كده في جهاز داليا، شوفي النت شغال كويس ولا لأ، اصله بيقف عندي. شغال كويس هنا. ورجعت على طول على مكتبها. رنا فاقت من شردها بعد ما افتكرت اللي حصل يومها، وافتكرت كمان حاجة مهمة جدا. سماح طلبت منها نفس الطلب أكتر من مرة، طلبت إنها تشوف النت شغال كويس عند داليا ولا لأ. بعد دقايق قاعدة تفكر لو سماح هي اللي عملت كده ولا لأ، ومش قادرة تصدق. رجعت تشوف الفيديو مرة تانية عشان تتأكد إن زوايا تصوير الفيديو من عند سماح فعلا، بس إزاي صورتها من غير ما تاخد بالها منها. اتصلت على طارق وطلبت تقابله. راح يقابلها وأول لما شافها قال: عندك تفسير للي شفته؟ أنا معرفش إزاي أنت صدقت إن أنا ممكن أعمل حاجة زي دي، لكن أنا هحكي لك موضوع الفيديو ده. حكت رنا لطارق كل اللي بيحصل معاها. طارق سرح شوية وبعدها قال: هسألك سؤال واحد وبعدها غالبا هنفهم إحنا الاتنين. أنا أصلا كنت عايزة أكلمك في الموضوع ده من زمان. السؤال إيه؟ سماح لما سألتك عن مشاعرك تجاهي وخاصة بعد وصول داليا، أنت قلت لها إيه؟ سماح ما سألتنيش عن مشاعري، هي من زمان عارفة إني بحبك، هتسألني ليه؟ لكن أنا لما كلمتها عنك وقلت لها إني عايزة أخطبك، قالت لي إنك مش بتتكلمي عني ولا حتى معجبة بيا، وإنك معجبة بحد تاني. هو أنت اتكلمت مع سماح عني؟ إمتى؟ نفس يوم وصول داليا الشغل. سألتها لو أنت اتكلمتي معاها عني أو بتبادليني مشاعر الإعجاب بما إنها يعني أقرب صديقة ليكي. قالت لي إن عمرك ما جبتي سيرتي معاها، ولما طلبت منها تسألك وتساعدني أوصلك مشاعري
هي اللي خططت لحكاية داليا؟ ازاي؟ وبدأ طارق يحكي لرنا كل اللي حصل. فلاش باك. طارق دخل على سماح المكتب ولقاها لوحدها. بما ان رنا مشيت بدري النهارده فانا عاوز اكلمك في حاجه يا سماح وطالب مساعدتك. اتفضل خير. انا معجب برنا جدا، كنت عاوز اسالك لو في مره كلمتك عني او بتبادلني نفس الشعور. سكتت سماح لثواني وهي باصه لطارق، وبعدين قالت: لا بصراحه ما اتكلمتش عنك قبل كده، دي حتى معجبه بواحد قريبها. ايه، مرتبطه بيه؟ لا مش مرتبطه، بس حاسه من كلامها عنه انها مياله له كده يعني. بس انا حاسس منها غير كده. طب ايه رايك تكلميها عني وتشوفي رايها، بس بطريقه غير مباشره كده. عاوز نصيحتي؟ رنا مش بتحب الشاب المدلوق، اتقل عليها خالص وخليها تغير وتحس انها في منافسه. اتقل وحسسها انك مش بتفكر فيها خالص. ازاي اعمل كده؟ مش فاهم. استغل البنت الجديده اللي جت تشتغل معانا دي، اهتم بيها وكلمها كتير قدام رنا، وقتها تاخد بالها انك محط اعجاب للبنات، ووقتها تتهبل عليك. دي صاحبتي وانا عارفاها. انا خايف تبعد عني وتفكر اني معجب بالبنت او حبيتها. بالعكس، ده انت وقتها تعرف اذا كانت عايزاك ولا لا. اسمع مني، دي حركات بنات احنا بس اللي نفهمها. طارق حكى لرنا كل اللي حصل مع سماح وقتها. رنا كانت في حالة ذهول من اللي سمعته. دي سماح كانت بتقولي ابعد عنك لانك مش بتحبني وبتستغلني. هي برضو اللي طلبت مني اقولك انك انت تكلمي داليا عني، واكدت لي انك مش هتكلميها لكن هتغيري. بس لما لاحظت بعدها انك بعدتي اكتر ادركت اني غلطت. ولما سماح جت تكلمني تاني اني اكمل في التمثيل عليكي رفضت وقلت لها اني هكلمك على طول وبصراحه، لان نصايحها جابت نتيجه عكسيه. من وقتها بدات اشك في تصرفاتها، بس برضه ما كنتش فاهم غرضها. وبعدها حصلت مشكلتها هي وداليا. وعلى فكره انا ما كنتش بقرب من داليا ولا بلعب بمشاعرها، بالعكس ده انا كنت حكي لها عنك وهي اللي شجعتني ان اتكلم معاكي بوضوح قبل موضوع حبسها ده. معقول؟ طب وسمح لي تعمل كده؟ مش عارف، بس تصويرها ليكي معناه خطه بتجهز لها من وقت. البنت دي لعبت على الكل، بس مش فاهم ليه. وانا معترف اني كنت غبي وصدقتها وسمحت لها تلعب بيا. هو الفيديو اتبعت من رقمها؟ لا، رقم غريب واتقفل بعدها. انا لازم اواجهها وافهم منها ليه تعمل معايا كده. لا اوعي تكلميها وتعرفيها انك كشفتيها. امال هنعمل ايه معاها؟ هنمثل عليها ونتبع اسلوبها. ازاي؟ اسمعي مني ونفذي. بعدها وصلت رنا لبيت سماح وهي منهارة. طارق سابني يا سماح، انا مش قادرة اتحمل صدمتي فيه. ازاي يعني يعمل كده؟ وليه؟ هو كان يطول اصلا انه يخطبك ويقرب منك؟ احكي لك كل حاجة، بس هاتيلي كوباية مية، مش قادرة اخد نفسي. حاضر حاضر اهدي. واول ما سماح قامت فتحت رنا كاميرا موبايلها وخبته جوه شنطتها اللي كانت ماسكاها بطريقة تخليها تقدر تصور كويس قوي، تقدر تصور من غير ما سماح تاخد بالها. هو مين صورني وانا بشوف النت في جهاز داليا؟ ايه يعني ايه؟ مش فهماكي. لا فهماني، التصوير اللي اتبعت لطارق جاي من زاوية مكتبك. تصويري؟ طب ليه قلتي لطارق اني مش بفكر فيه واني معجبة بحد تاني؟ وليه بعتي الفيديو ده؟ وما تنكريش عشان طارق راح لشركة الاتصالات وقدر يعرف بطريقته الرقم باسم مين، وطلع دلوقتي على المباحث عشان يقدم الفيديو اللي انتي صورتيه ده. وانا كده هتحبس ظلم وهيجيبوكي تشهدي عليا طبعا. قولي الحقيقة، ليه صورتيني؟ ليه عايزة تتهميني بالتهمة دي؟ معقول تكون انتي اللي بتسرقي وعايزة تلبسيني زي ما لبستي داليا عشان تبعديها عن نفسك؟ انا ما كانش قصدي انه يبلغ، هو اللي غبي. يعني ايه؟ انتي اللي سرقتي الفلوس؟ انتي ازاي طلعتي بالسواد ده كله؟ اهو انا اللي سرقت الفلوس، وانا اللي صورتك، وانا اللي غيرت الارقام عند داليا، وانا اللي بعت الفيديو لطارق عشان انا بحبه من قبلك. كنت المفروض انا اللي اكون مكانك. بقالي 4 سنين بحبه وتيجي انتي تاخديه على الجاهز ويحبك انتي. حاولت ابعدكم بمليون طريقه وبرضه راح وخطبك. كنت عاوزاني اعمل ايه؟ انتي لو قلتي من الاول انك بتحبيه من زمان ما كنتش فكرت فيه، كنت هبعد من الاول. وبعدين سيبك من طارق، انتي سرقتي 100,000 جنيه وسيرتي واحده غيرك تتحبس. ما كنتش اعرف ان الموضوع هيتكشف وكنت محتاجه فلوس. وبعدين دي حاجه ما تخصكيش، انا ما اذيتكيش انتي. لو كنت انا اللي ماسكه معاكي الحسابات كنت هتاذيني. لا، انتي صاحبتي وانا بحبك، بس لحد طارق لا.
يسيبنا احنا الاتنين. انت ما تاخديش الراجل الوحيد اللي حبيته، وداليا اللي اتحبست ظلم. مش عارفة اخرجها لان انا هتحبس لو اعترفت. ما كانش قصدي ان انا اذيها. طب وحارس المخزن مستخبي في مكان بعيد، محدش هيعرف يوصله. انت مريضة ومحتاجة تتعالجي. وعموما طارق ما راحش شركة الاتصالات اصلا، ولا عارف ان الخط باسمك. كنت عاوزاك انت اللي تقولي بلسانك. بتشتغليني يا رنا؟ عموما انسي كل الكلام اللي قلتهولك، انا استحالة اكرره تاني. وطلعي نفسك بره الحوار ده. اوعي تنسي انك متصورة فيديو يوديكي في 60 داهية. فيديو لو وصل للمدير هيطلع داليا ويدخلك مكانها، فخليكي في حالك بقى افضلك. انا كل نيتي بالفيديو ده انك تبعدي بس عن طارق، مش اكتر من كده. خرجت رنا من عند سماح جري، خافت احسن تاخد بالها انها بتصورها فيديو، وراحت لطارق سمعته ووريته التصوير. اخده وطلع على المدير وعرفه اللي عملته سماح، وعلى طول بلغ عنها واتقبض عليها. وهناك سماح اعترفت بكل حاجة وقالت لهم على مكان حارس المخزن. وخرجت داليا ورجعت الشغل تاني بعد ما المدير اعتذر لها وصرف لها مكافأة كمان. أما رنا وطارق فاتجوزوا أخيرا، وداليا بقت صاحبة رنا المقربة، لأنها في الأصل شبهها، لا بتعرف تخدع ولا تأذي مخلوق. وفي النهاية كلهم فهموا الحكمة دي جدا: احذر من عدوك مرة ومن صديقك 1000 مرة.